السلام عليكم أحبابي، أنا سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة هقدم لكم كيكة الأميرة التركية القطنية على طريقتي بدون النشا، بطريقة جديدة ومبتكرة لأول مرة على اليوتيوب. تابعوا معايا لحد الآخر لأن الشكل والطعم هيبهركم. الوصفة الأساسية بيتعمل الحشو بتاعها من النشا، وأنا جربتها لقيت طعمها زي المهلبية فما عجبنيش، وعشان دايما أنا بحب أبدع جربت طريقة حشو جديدة لقيتها طعمها تحفة، خلى الكيكة في حتة تانية خالص. ومش بس طريقة الحشو جديدة، أنا كمان قدمتها بأكتر من شكل هتشوفوها معايا. بس المشترك بين الأشكال دي كلها إن الحشو عامل زي الجوهرة المتغلفة من جمالها، يعني شكل يفتح النفس وطعم هيفضل في البال، هتكرروها من حلاوتها. ودي من الحلويات اللي بتتقدم في عز الحر ده، يعني حاجة ساقعة بترطب على القلب وتستمتعوا بيها وانتوا بتاكلوها. وتقدروا كمان تستخدموا الحشو ده في وصفات تانية كتير هعملها لكم في فيديوهات تانية. شوفوا معايا كده الأشكال دي، تقدروا تختاروا الشكل اللي انتوا تحبوه وتنفذوه. هعملها معاكم وطريقة التزيين من نفس المكونات، مش محتاجة فزلكة وصوصات كتير، بحاجات بسيطة تقدروا تزينوها. دلوقتي هنبدأ بالمكونات الكيكة، وديت كيكة عادية خالص ممكن تستخدموا فيها الخلاط أو المضرب. هنحط في البولة بتاعتنا دلوقتي بيضتين، هنحط عليهم فانيليا وكوباية سكر بودرة. هنقلبهم كويس الأول مع بعض علشان السكر ما يتطيرش، ونشغل المضرب الكهربائي على سرعة عالية ونضربهم كويس أوي. هنتن نضرب لحد ما الخليط يفتح ويزيد في حجمه، يعني يبقى نايم كده وهش. وبعد ما الخليط يفتح معايا بنزل عليه بكوباية لبن وبكمل تقليب. وبعدين بنضيف نص كوباية زيت أو سمنة اللي تحبيه أو المتوفر عندك، وياريت تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. ونكمل ضرب بالمضرب لحد ما الخليط كله يتجانس ويبقى سلس وناعم. هنا بنشيل المضرب على جنب ونبدأ ننخل مع بعض كوبين دقيق. بنشيل منهم معلقتين دقيق وبنحط مكانهم معلقتين كاكاو خام عشان ندي للكيكة طعم وشكل مميز. ولو عايزين تزودي النكهة ممكن تضيفي النسكافيه بلاك، هيعزز الطعم. دلوقتي بنضيف كيس البيكنج باودر ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ونقلب كويس جدا علشان كل المكونات تتجانس مع بعض. بنستمر في التقليب لحد ما الخليط يوصل للقوام المناسب، وبنكون جهزنا قارب مقاس 18 ودهنته كويس بالزيت والدقيق. وبعدين بنصب الخليط كله جوه القارب، حطيناها في الفرن على درجة حرارة متوسطة. الكيكة هتستوي تقريبا في نص ساعة، لكن الوقت هيختلف حسب الفرن بتاعكم. دلوقتي هنبدأ نحضر حشو الكيكة. حطيت في بولة كوباية لبن متلج وعليه كوباية إلا ربع كريم شانتيه، وبعد كده ضفت معلقتين كبار لبن بودرة، ومن معلقتين ل3 معالق سكر حسب الرغبة. ونبدأ نخلطهم من الأول علشان ما تطيرش الكريم شانتيه بره. ونبدأ نشغل المضرب الكهربائي. هنستمر في ضرب الخليط بالمضرب الكهربائي كويس جدا لحد ما نوصل للقوام الكريمي والناعم اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده. ولو وصلتوا معايا للمرحلة دي في الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ومميز.
دلوقتي وصلنا للقوام المطلوب للكريم شانتيه. شفتوا كده معايا تضاعف حجمه وتقل، وهندخله دلوقتي التلاجة ونبدأ في الخطوة اللي بعديها. نجيب كوباية ونحط فيها معلقتين كبار من الجيلاتين. بندوب الجيلاتين ده في ربع كوباية مية دافية، أو حوالي من 3 ل4 معالق كبار من المية. ونقلب كويس لحد ما الجيلاتين يدوب ويبدأ بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، ونسيبه على جنب شوية علشان يبرد ويبدأ يبقى جاهز للاستخدام. نجيب حلة نحط فيها نص كوباية لبن، ونبدأ نحطها على البوتاجاز. وأول ما يجي يغلي هنحط عليها معلقتين كبار السكر، والسكر ده على حسب الرغبة. وبعد كده هنضيف الجيلاتين اللي احنا كنا سايبينه على جنب، ونقلب كويس لحد ما كل المكونات تندمج مع بعض. دلوقتي ضفت الفانيليا وقلبت كويس لحد ما الجيلاتين والسكر دابوا تماما واختفوا من الخليط. واهم حاجة هنا ان النار تكون هادية علشان ما يخرصش معانا. واول ما نوصل للقوام ده بنطفي النار ونسيب الخليط يبرد على جنب، ولو مستعجلين نحطه في التلاجة يبرد بسرعة. طلعت الكيكة من الفرن وبدأت اختبر تسويتها. ان انا دخلت فيها الخشبة، واول ما خرجتها كده لقيتها نظيفة، يبقى كده استوت تمام. هنسيبها على جنب. وكمان على فكرة من باقي خليط الكيكة اللي كان موجود في البولة انا ما رميتهوش، عملت منهم 3 كب كيك، وده شكلهم اول ما خرجوا من الفرن. دلوقتي هنقطع الكيكة بطريقة سهلة باستخدام الخيط، وهعمل واحدة قدامكم عشان تشوفوا ازاي بنعملها. بنلف الخيط حوالين الكيكة بالمنظر ده كأننا بنربط الخيط، ونشدها بسرعة، وده هيكون شكلها في النهاية. تعالوا اعمل لكم واحدة كمان، تابعوا معايا وما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنكمل الكمية بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، وهو ده المنظر في النهاية. دلوقتي نبدأ نفرغ الكيكة من الداخل بحرص وبشويش، وطبعا مش هنرمي اللي طلعناه منه، ده هنستخدمه في الآخر في التزيين بطريقة مميزة وجميلة. الفتات اللي خرج من الكيكة هنبدأ نفروله كويس قوي بإيدينا، لأننا هنستخدمه في التزيين. حطيت فتات الكيكة ديت في بولة وأحطها على جنب. دلوقتي هنجيب الكيكة بعد ما بردت ونقلبها، ونبدأ نشيل الطبقة اللي تحت اللي احنا كنا دهنينها بالزيت والدقيق بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما خلصنا بصوا قد ايه هي طرية ما شاء الله عليها. هنقلبها للوش التاني. دلوقتي هنبدأ نقطع الكيكة نصين بنفس الطريقة اللي قطعنا بيها الكب كيك بالخيط. هنلفه حوالين الكيكة ونبدأ نسحب الطرفين عكس بعض. والقطعة طالعة متساوية ونظيفة من غير ما بوظنا شكل الكيكة. قطعناها نصين كده بكل هدوء. دلوقتي هناخد الجزء اللي فوق من الكيكة وبهدوء كده هنبدأ نسويها بالسكينة، وهناخد الجزء اللي احنا قطعناه من فوق الكيكة ده ما بيروحش على الفاضي،
بنبدأ نفروله كده بإيدينا زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنبدأ نحطه في البولة، لأننا احنا هنحتاجه بعدين في التزيين، لأنه هيدي شكل وهمي مميز للكيكة من فوق. أما الجزء اللي احنا قطعناه في الأول هنرجعه في القارب وهنفرغه من جوه بحرص وبشويش بإيدينا كده أو بمعلقة صغيرة. هناخد الطبقة اللي احنا طلعناها من النص ديت من غير ما نوصل للآخر، هنفرغها بالراحة علشان نحافظ على الشكل. أما الفتات هناخده وهنبدأ نحطه في البولة كده، هيكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهيكون معانا كمية حلوة قوي هنبدأ نستخدمها في التزيين بعدين. وده الشكل في النهاية، لازم يكون فيه حواف زي ما انتوا شايفين كده علشان لما نيجي نحط الحشو. دلوقتي هنخرج الكريم شانتيه من التلاجة ونبدأ نضربه كويس قوي بالمضرب لحد ما يرجع هش وكريمي تاني. طبعا خليط الجيلاتين برد تماما، هنبدأ نضيفه على الكريم شانتيه واحنا بنخلط على سرعة هادية. ونفضل نضرب لحد ما الخليط يبقى ناعم ومتماسك، وهو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له، كريمي وفي نفس الوقت ماسك نفسه. هو ده الحشو السحري اللي هيخلي الطعم ولا أروع. ونبدأ نجهز الكيكات اللي فرغناها، ونستخدم المعلقة نملى بيها كل كيكة من جوه بالحشو الكريمي ده، بس هنضغط عليها بالراحة كده علشان تنزل لحد تحت، ونحشيهم كلهم بنفس الطريقة واحدة واحدة بكل حب. الكمية كلها بتتكمل بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، والحشو بيكون متماسك مش بيسيل منك ولا بيهرب، وده اللي بيدي الكيكة طعم غني وقوام كأنك في أفخم محل حلويات تركية. دلوقتي نجيب الكيكة اللي احنا فرغناها ونبدأ نملاها بالخليط، ونحط الكمية على مراحل ونسويها كويس قوي بالمعلقة، ونخلي السطح ناعم ومستوي علشان التزيين يطلع شكله مرتب وجميل. دلوقتي بناخد الجزء التاني من الكيكة اللي قطعناها ونحطه فوق الحشو زي ما انتوا شايفين كده، ونضغط عليها بشويش علشان يثبت من غير ما نكتمه كده. دلوقتي هنقلب الكيكة بالراحة من القارب وهنحطها في طبق التقديم، ونبدأ نغطيها من بره بخليط الكريم شانتيه والجيلاتين، ونوزعها على الجوانب والوش، ونسويه كويس قوي بالسباتولا علشان يبقى شكله ناعم ومتناسق عشان يكون مستوي. وكل ما كان مستوي كل ما كان الشكل النهائي هيطلع أحلى وشيك. بعد ما سوينا الوش كده بلطف لحد ما نغطيه كله بطبقة غنية من الخليط، هنبدأ نرش عليه فتات الكيك على الوش وعلى الجوانب، وكمان ما تنسوش ان انتوا تضغطوا عليها ضغطة بسيطة كده. ده اللي هيديله شكل جميل ومميز، وده هيكون شكلها في النهاية. نبدأ نشتغل على الكب كيك بنفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها على القالب الكبير. هنحط عليها طبقة من الخليط الكريم شانتيه والجيلاتين، وبعد كده هنسويها من الوش كويس أوي بلطف لغاية لما نغطيها كلها، وبعدين هنبدأ نرش عليه الفتات اللي احنا حضرناه قبل كده، وبعد كده هنبدأ ندخله التلاجة لمدة نص ساعة علشان الحشو يشد والتزيين يمسك كويس، وبعد كده تبقوا جاهزين بقى للتقديم وتبدأوا تزينوها من فوق. وده منظرها بعد ما خرجناها من التلاجة. هنبدأ بقى نزينها بالباقي من خليط الكريم شانتيه والجيلاتين. يبقى كده احنا استخدمنا التزيين من نفس مكونات الكيكة، يعني محتاجناش اي حاجة من بره علشان نحطها على الكيكة ونزين بيها، لكن انا جبت حاجة بسيطة كده الشوكولاتة شيبس علشان احطها على الروزيتات الصغيرة اللي من فوق. وتقدروا تستخدموا اللي انتوا بتحبوه، يعني ممكن تبشري شوكولاتة او ممكن تحطي فاكهة
أو فاكهة مجففة أو مكسرات أو حتى رشة كاكاو. وده الشكل النهائي بعد ما خلصناهم. شوفوا الجمال، قوام ناعم وتزيين بسيط وكمان شيك. نبدأ بقى نقطع واحدة من المستطيلة. بصوا شكلها عامل ازاي، بتتكلم لوحدها، شكلها يفتح النفس. الحشو كريمي والكيكة هشة وخفيفة زي السحابة من الداخل. ومش شكل بس، لا كمان الطعم فوق الخيال. نقطع واحدة من الكب كيك ونشوف جمالها من جوه. بجد تستحق ان هي تتقدم في عزومة او اي مناسبة، والطعم احلى من الشكل كمان. وفي كمان اشكال انا جربتها بنفس الطريقة. ممكن تعملوها في قالب دائري وتبدأوا تفرغوها من جوه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. هتدي نفس الفكرة بس بتدي شكل جديد ومميز ويفتح النفس في التقديم. بعد ما فرغتوها هتحطوا فيها خليط الكريم شانتيه والجيلاتين بنفس الطريقة، وبعد كده هتبدأوا تسووها كويس بالسباتولا، وبعدين هتبدأوا تغطوها كلها بكمية كبيرة من فتات الكيك. بعد كده هتساووا السطح كويس والجوانب. بعد ما سويت الجوانب هحط عليها من فتات الكيك. دلوقتي حطيت طبق على الكيكة وقلبته على الوش التاني، وبدأت أغطيه من بره بخليط الكريم شانتيه والجيلاتين. سويت الوش كويس بالسباتيولا علشان يبقى ناعم ومتساوي، وبعد كده رشيت عليه فتات الكيك وبدأت أزينه من فوق بروزتات صغننة كده زي ما انتوا شايفين. شكلها كده يفرح. وحطيت عليها شوية فرماسي شوكولاتة علشان يكمل المنظر الحلو. بجد شكلها يفتح النفس كده. وده شكلها لما قطعناها. شوفوا كده شكلها من جوه. التعليق ليكم انتوا، قولوا لي رأيكم بجد. ده كمان شكل بسيط انا عملته. بدل الروزيتات حطيت طبقة الباقية من الكريم شانتيه والجيلاتين من فوق، وبعد كده رشيت عليها فارماسي الوان عشان يدي شكل فريش كده ومبهج. وده شكلها من جوه حاجة وهمية كده. ودي كانت كيكة الأميرة التركية القطنية بأشكالها المختلفة وبدون نشا بطريقة المبتكرة. جربوها وعيشوا لحظات السعادة اللي بتبتدي مع أول قطمة. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واستنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد. كانت معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة، والسلام عليكم ورحمة الله.